ادينا الموضوع اكبر من حجمه، عكس فيديوهات كتير بنشوفها على اليوتيوب او في اماكن تانية اللي هو عملت صفحة اعلان جالي اوردرات، وده بيحصل عامة يعني، بس مش بيكملوا، والكواليتي بتاعت الاوردرز مش بتكمل، ولو وقفوا اعلانات دلوقتي الاوردرات بتقف دلوقتي. شكرا. دلوقتي الحمد لله بعد ما عملت كل الكلام اللي فات والدنيا الحمد لله زي العسل، مش عايزك قاعد مستني. انا مش عايزك تبقى قاعد مستني ايه، اوردر جاي ما جاش، اشوف اعمل. انا مش عايز الكلام ده. زي ما قلنا قبل كده ان احنا نقدر نعمل محتوى مجاني يجيب لنا من غير ما نصرف اي حاجه. طب ما نعمل محتوى مجاني ونعمل تسويق مجاني بجانب ما كل حاجه مدفوعه شغاله. ما اصل انت قاعد مستني ايه، مستني ايه، هتيجي ولا مش هتيجي؟ احنا عايزين نشتغل. طالما هنبدأ محتوى مجاني فاحنا لازم نقسمهم ونرتبهم ونجدولهم بحيث كل حاجة ماشية صح. نحاول نبين قبل استخدام وبعد استخدام، قبل ما يكون عندك سين وبعد ما بقى عندك سين. الحاجات دي بتجيب تفاعل عامة. النقطة التانية وهي المقارنة، ان انت تقارن منتج سين بمنتج صاد. والله بص، منتج سين في 1 و2 و3 و4، ومنتج صاد اللي هو يعتبر اغلب الناس بتتكلم عليه، بس في عيب ده مبين ان ده افضل من ده بس مش بطريقة مباشرة، يعني خليك فهمان. وننقل دلوقتي على النقطة الثالثة وهي ردة فعل العميل، ودي من الحاجات اللي لازم تهتم بيها من ضمن المحتوى اللي بيترفع عندك على الاكونت. وده لسبب بسيط جدا، وهو ان اي عميل ما بيحبش يكون اول واحد يجرب المنتج ده. كمان لما يشوف ان في واحد مجرب المنتج اللي هو هيشتريه وبيشكر فيه وبيشوف التجربة قدام عينه، فده برضو ايه، بيخلي الموضوع فيه ثقة كده، بيخلي وانا بشتري هستلم. بلس ان انا لو متابعك خلاص على الاكونت ومنزل اي حاجه ليها علاقه بالتخصص اللي انت شغال عليه، فخلاص انا شفته وجربت وعملت وخلاص انا متابعك، فاي منتج هتنزله هشتريه وانا مطمن. فده يخلينا ننقل على النقطه اللي بعدها وهي الهاو تو. ان لازم محتوى الهاو تو ان هو تعرف الناس ازاي يستخدموا ده، ازاي يعملوا ده، ازاي يشغلوا ده. دي من الحاجات برضو ايه اللي هتفرج عليها، اشوف بعيني ان انت عندك خبرة، اشوف بعيني ان انت عارف تتعامل، بتشرح لي، بتقول لي. الحاجات دي برضو مهمة ولازم تتحط في الحسبان، لان المحتوى بتاعنا لازم يكون متنوع، ما ينفعش تثبت على حاجة واحدة، الناس هتزهق. عشان احنا محتاجينهم في النقطة اللي بعديها وهي المراجعات. في حاجه كده اسمها ستوريز، اي حد شغال في الدروب شيبنج عامه، عشان لو مش عارفين هو بيعمل ايه، عملت صفحه جديده، رفعت المنتج اعلاني ومستني نتائج تكسر الدنيا، فاهم الفكره؟ ويجي يقول لك خلي بالك المجال ده مش بيعمل وانا ما جاليش اوردرات. احنا في الفيديو ال 14 الله يبارك لك. المهم ان احنا لازم نبين للناس المراجعات بتاعه المنتج، ننزل ستوريز، سواء معانا شات واتساب نرفعه، سواء مثلا معانا كلام نحطه في ديزاين شيك بالالوان بتاعتنا، الدنيا تبقى شيك، حاجه كده ايه فله وتترفع، لان ده بينقل المصداقيه، بينقل الثقه بينك وبين اي حد. بعد كل ده اكيد في تعليقات هتجيلنا، اكيد في فيديو هننزله او في اعلان عملناه في عليه تعليقات. احنا لازم نتعامل مع التعليقات دي باسلوب واحد. تختار انت حابب تتكلم باسلوب بروفيشنال، حابب تتكلم باسلوب خد وهات، از يو لايك. اختار الاسلوب بتاع البراند بتاعك. دلوقتي بقى هنتكلم عن نقطة من اهم النقط اللي بتسأل عليها صبح وليل، ازاي اجيب محتوى للمنتج ده. طبعا ده ليها فيديو خاص، بس انا هتكلم دلوقتي عن نقطة واحدة ليها علاقة باللي احنا فيه. دلوقتي بيبقى في مؤثرين عندهم من اول 5000 فولورز لحد مثلا 50000، لو عرضت عليهم ان انت تهديهم المنتج فور فري مقابل ان هم يعملوا فيديو خاص لي، فمبروك انت بقى عندك محتوى. طبعا هتقابل ناس تقول لك لا انا مش هاخده ببلاش، انا هاخده ببلاش وهاخد فلوس. بص، في الحالة اللي زي دي نحاول نوصل لسعر مناسب، لان ده تحطه تحت بند الاستثمار، لان معلش برضو دي حاجه ليك لقدام، انت تقدر تجيب اضعاف اضعاف. يا رب بس الانفلونسرز ما يشوفوش الكلام ده عشان ايه بيتنا ما يتخربش. في النهاية ممكن تحس ان احنا بنبالغ او ادينا الموضوع اكبر من حجمه، عكس فيديوهات كتير بنشوفها على اليوتيوب او في اماكن تانية اللي هو عملت صفحة اعلان جالي اوردرات، وده بيحصل عامة يعني، بس مش بيكملوا، والكواليتي بتاعت الاوردرز مش بتكمل، ولو وقفوا اعلانات دلوقتي الاوردرات بتقف دلوقتي. شكرا.
انت لو عايز تعمل كده اللي هو اقلب واجري في يوميها، ده اذا ظبطت فما تكملش. خلاص انت وصلت لنقطة ان انت ممكن تعمل كرييت اعلان وخلصت. انا بكلمك على حاجة لمستقبلك، حاجة ان انت لو ركزت فيها بجد واديتها مجهود وعملته بعملة البيزنس اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم، انا صحيت الصبح عملت كده لحد بالليل، من كتر ما انت بتشتغل عليه هتوصل لنقطة خلاص بقى ده بيزنس يعتمد عليه كمصدر دخل، كمصدر ان انا اكمل فيه واطور فيه واديله كل وقتي واديله مجهودي ويتحول لاكبر براند موجود. لو عندك الشغف وعندك ان انت عايز توصل لكده كمل معايا، ولو عندك اي استفسار تقدر تسيبه في كومنت، تقدر تتواصل معايا، لينك الانستجرام في الديسكريبشن، وطبعا كيب ريدي.